السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم منوعات من نهوبة. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض عصير جميل جدا كله طاقة وفايدة للأطفال وللكبار. هيخليكوا كده حاجة فريش خالص. أول حاجة احنا معانا جوافة. أنا في جوافة مخزناها، طبعا ده موسم الجوافة والجوافة موجودة في السوق، بس دي أنا كنت مفرزاها. ومعانا سوداني، ومعانا نص كيلو لبن، ومعانا كوباية سكر، هو السكر حسب الرغبة. ومعانا كوباية مية تكون ساقعة. أول حاجة هننزل بالجوافة بالشكل ده كده، وبعدين هننزل بالسكر. طبعا السكر ده احنا قلنا حسب الرغبة. وهننزل كوباية المية واللبن. أهم حاجة الحاجة دي كلها تكون ساقعة بالشكل ده كده. طبعا حطينا اللبن مع السكر مع المية، وهنبتدي نضرب المكونات كلها بالطريقة دي. بصوا انا هنا بعد ما ضربت الخليط بالشكل ده، اول خطوة هعملها قبل السوداني خالص، انا بجيب معايا مصفى وبصفي الخليط بالشكل ده. اصفيه كويس جدا وهرجع لكم. بصوا انا كده ضربت كمية العصير كلها. هتقولي لي طب انت ليه ما ضربتيش السوداني مع الجوافة في الاول؟ عشان ما فقدش الفايدة بتاعه السوداني بالشكل ده، لان طبعا احنا كل ده كده هنرميه. هنا خلصت العصير وهبتدي ارجعه في الخلاط تاني، هوريكم معانا. طبعا الطريقة دي بتدينا قيمة غذائية. هنزل بالخليط تاني بالشكل ده، والشكل عامل ازاي. وهنا هبتدي بقى الخطوة ان انا انزل بكمية السوداني اللي عندي بالطريقة دي، وابتدي اضرب الخليط تاني بالشكل ده. هضرب الخليط كويس جدا وهوريكم واحنا بنحط العصير عامل ازاي. بصوا كده احنا ضربنا العصير بالشكل ده. بنكون محضرين كاسات، وببتدي احط معاكم بالطريقه دي كده بالشكل ده. وهنا كده اصبح معانا عصير كله فوايد بالطريقه دي، وطعمه تحفه والله. مش هتندموا لما تجربوه. الطريقه دي طريقه سودانيه، جربوها طعمها تحفه وحلو جدا، وان شاء الله مش هتبطلوا ان انتوا تعملوه. وعشان يوصل لكم مني كل جديد، معاكم منوعات من نهوبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.